عاملين ايه؟ النهارده جاي ابدا معاك سلسله اعرف اللي ما كنتش تعرفه. وبناء على الطلبات هنتكلم النهارده عن كليه تربيه رياضيه، مجالاتها، اختصاصاتها، وان هي افضل كليه من ضمن الكليات، وليه هي بتتصنف افضل كليه في الكليات كلها. تابع معايا. كليه التربيه الرياضيه اللي بيميزها ان هي بتقدر تاخد من مجموع قليل جدا عن اي كليه تانية في كل كليه. يعني بكل بساطة انت تكون جايب مثلا 50% او 55%، تقدر تخش كلية تربية رياضية، بس ساعات التنسيق بيعلى، بيبقى 56%، 57% في سنين معينة. طيب انت نفسك تبقى مدرب لاي لعبة، كاراتيه، كونغ فو، جودو، كرة قدم، كرة طايرة، باسكت بول، اي لعبة، فولي بول، اي لعبة انت نفسك تبقى مدرب فيها، كلية تربية رياضية هي اللي بتخرج المدربين. طيب انت نفسك تبقى ليك علاقة بالتغذية، زي دكتور التغذية، هتبقى اخصائي تغذية من كلية تربية رياضية. نفسك تبقى حكم في اي لعبة، اي لعبة انت بتحب تلعبها نفسك تبقى حكم فيها، كلية تربية رياضية تقدر تخليك انك تكون حكم في اي. ومن الاسرار اللي محدش يعرفها الا لما بيخش كليه تربيه رياضيه، انك انت ما بتلبسش بناطيل جينز في تربيه رياضيه، واللبس بتاعك ما بيبقاش عادي زي كل الكليات. الموضوع في التربيه الرياضيه مختلف تماما. الموضوع في التربيه الرياضيه بينطبق على القاعده اللي هي ايه، بيبقى في عندنا قواعد شواذ كده، اللي هو كل الكليات تمام وبتعمل كل حاجه زي بعض الا دي. هي بقى كليه تربيه رياضيه الا دي يا جماعه. هتخش كده الكليه هتلاقي كل الناس لابسه ترنجات نايك، اديداس، بوما. وعلى فكره الجامد في الكليه هو اللي بيلبس ترنجات اعلى من التاني، ده الجامد عندنا في الكليه. من المميزات كليه بتشغلك من وانت في سنه اولى، ما شاء الله، يعني ما بتحتاجش تاخد كورسز ولا بتحتاج ان انت تدفع مصاريف قد كده. بالعكس، انت عندك لعبه بتحب تلعبها، بتنزل مع دكتور بتتعلم منه. الدكاتره عندنا في الكليه بيبقوا شغالين في انديه، شغالين في عيادات تاهيل حركي، ايا كان، بتنزل مع دكتور تتعلم منه وبتبقى تحت اشرافه، بيعلمك، بتاخد منه شهاده معتمده، بتبتدي تشتغل بيها من وانت في سنه اولى، من وانت في سنه تانية، من تالتة، على حسب شطارتك. واحد ذكي هيقول لي طب والمذاكره بقى، تفتكر ان المذاكره هتكون سهله؟ احب ابشرك واقول لك من اسهل الاماكن والكليات اللي انت ممكن تذاكرها، واللي هي اصلا ما بتحتاجش مذاكره، واللي هي اساسا بتعتمد على العملي، هي كليه التربيه الرياضيه. الكليه مش محتاجه منك غير الالتزام، حضور وغياب. الحضور والغياب ده اهم حاجه. عارف انت ممكن ما تروحش امتحان نظري وعملي، بس احضر وما تغيبش، ده الاساس بتاع الكليه عندنا. الكليه جميله، بس قبل ما تخش لازم تعرف انها بتحب الفرهده قوي 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 قوي، وهتسيب كرامتك في البيت قبل ما تروح الكليه، لان لو اعترضت على دكتور، لو قال لك استرجل او انشف او هتاخد ملفك وتروح. اما لو استرجلت واستقويت وكملت في الكليه، احب اقول لك انك هتبقى حاجه بعد بالظبط 6 شهور من وجودك في الكليه. وده كان فيديو النهارده. ما تنساش تقولي نفسك تتكلم عن كليه ايه وانا اتكلم عليه. سلام.